السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم السيارات. في عالم التطبيقات لو عايز تعرف التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا لها وعارفين الميزة دي موجودة في التطبيق، كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافة كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديدة اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه منصور اوتو. التطبيق ده مساحته 23 ميجا، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بتوكيل منصور شيفورليه داخل جمهورية مصر العربية، خاص بالناس بقى، الناس اصحاب العربيات اللي هم بيمتلكوا عربيات شيفورليه، عربيات اوبل، عربيات ام جي، عربيات بيجو، كل دول يعتبروا تبع منصور شيفورليه. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحجز موعد صيانة للعربية بتاعتك، تقدر ان انت تطلع على العربيات الجديدة اللي الشركة بتنزلها، بتعرف المواصفات بتاعتها، بتعرف اسعارها، بتعرف كل ال الطرازات بتاعتها، او العربيات اللي هي الفئة الاولى والفئة التانية والفئة التالتة والهاي لاين والتوب هاي لاين والكلام ده كله، والاسعار ايه، وحتى العربيه قبل ما توصل بيكونوا منزلين معلومات عنها بحيث ان انت ممكن تحجزها، بحيث ان اول ما العربيه تنزل البلد، اول ما تيجي من البلد بتاعتها او من المصنع بتاعها، تقدر تستلمها على طول. كمان بتقدر تعمل صيانه او تحجز صيانه العربيه بتاعتك، ويعرفك الميعاد امتى اللي انت هتروح فيه، ويعرفك ميعاد الصيانه، ويعرفك الاسعار بتاعه الصيانه قد ايه. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة ان التطبيق بعض الناس بيشكوا من انه بعد ما بيحجزوا ان هم يعملوا صيانة، ممكن يلغوا يعني الشركة تلغي الصيانة بتاعة العميل. آه، ويا ريت مثلا بتلغيها قبلها بوقت كافي، لا ده ممكن تلغيها مثلا في نفس اليوم او قبل الميعاد مثلا بساعة او ساعتين، بحيث ان ممكن يكون العميل مثلا جايلهم من محافظة تانية او من مكان بعيد او كده، واثناء ما يكون هو في الطريق يتقال له ان الميعاد بتاعك مثلا ملغي النهارده. دي طبعا حاجة مش كويسة في التطبيق، بالاضافة ان التطبيق فيه بعض المشاكل التقنية، ان التطبيق ما بيشتغلش على طول، ان التطبيق بيجي عليه وقت يهنج، طبعا علشان هو يعتبر تطبيق جديد والعدد التحميلات عليه مش كبيرة، فمفيش اهتمام منه كامل، مفيش اهتمام بيه كامل يعني من الشركة. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح للتطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.